بسم الله، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله معايا كده الفيديو سهل وبسيط. مش هنطبخ ولا حاجه. انا هعمل معاكم وردات البصل المحمر بتاعه الكشري من غير اي اضافات. هوريكم ازاي يطلع معانا لونه ذهبي وحلو. كمان هوريكم ازاي يبقى مقرمش معايا من غير اي اضافات، وايه الخطوات اللي نتبعها علشان يطلع معايا مظبوط من غير ما يتحرق معايا واخد قرمشه حلوه، كمان مش شارب معايا زيت. تابعوني كده وشوفوا معايا الفيديو للاخر، ان شاء الله الوصفه تعجبكم. قبل ما ابتدي في الوصفه بتاعتنا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه او اول مره بتشوفونا، اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. لو في عندكم اي استفسار اكتبوه كده في الكومنتات وهرد عليكم. اكتبوا لنا كمان بتتابعونا من انهي بلد، وايه رايكم في وصفتنا النهارده، وايه الوصفات اللي حابين نقدمها معاكم. عشان نعمل الكشري بتاع البصل بتاع الكشري لازم يكون معايا كمية بصل كده كبيرة، ما يكونش بصلة ولا اتنين، لا حبة بصل كده حلوين يتقشروا ويتشطف ونقطعهم تقطيعة واحدة، ما تكونش صغيرة قوي. انا مرة عملته في الكبة بينعم كده معايا وبيتهري، ما بدنيش القرمشة اللي احنا عايزينها، بيدبل وبينزل ميته ما بيقرمش خالص. خلاص، فاحنا نقطعه بايدينا ولا نبشره ولا نعمله في كبة. دي اول خطوة، ان احنا نقطعه بايدينا كده تقطيع رفيعة ويكون كله حجم واحد، ما يكونش كبير وما يكونش صغير، علشان ما يتحرقش معايا او حاجة تفضل نية. التقطيعة كلها تكون واحدة. ده اول حاجة بالنسبة للوصفة عشان تنجح معايا، التقطيعة تكون واحدة. وكمان اقطعه بايدي مش في كبة ومش بالمبشرة. خلاص، دلوقتي انا هنضف البصل الاول كله وبعد كده اشطفه ونكمل وصفتنا مع بعض. البصل كده قشرته وشطفته، هبتدي اقطعه تقطيعة واحدة زي ما انتم شايفين كده، كله حجم واحد لحد ما اخلص الكمية اللي موجودة معايا. للتحمير هحتاج معايا زيت يكون سخن على النار ويكون الزيت كتير. التحمير يكون على نار عالية، ما وطيش النار عشان البصل ما يتبلش معايا وينزل ميته ويطرى. تقليب مستمر كل شوية علشان الاطراف بتاعته ما تتحرقش ولا من النص، فبقلب على طول كده عشان البصل يتقلب معايا في الزيت وياخد الحرارة كلها، ما تبقاش في حاجة نية وحاجة محروقة او حاجة مستوية وحاجة لا. تمام. تقطيعة البصل تكون واحدة عشان الحجم والشكل يبقى حلو، كمان في التسوية كله يستوي وياخد سوا واحد. ما بضيفش ملح علشان ما يتهريش معايا ويدبل، وكمان ما بحطش، فيه ناس بتحط عليه دقيق كده وتقلبه وتحمره عشان يبقى مقرمش. الدقيق بينزل في قلب الزيت بيطلع فتافيت كده، بيخلي اللون بيتحرق معايا الدقيق، بيغمق الزيت وبيغمق البصل وبيديني ريحة مش حلوة. فده ولا هحط دقيق ولا هحط ملح، وهقطع تقطيعة واحدة. الزيت يكون سخن على النار وتقليب مستمر كل شوية. الخطوات دي كلها بتنجح معايا الوصفة. هخلص كده الكمية بتاعتي ونكمل.
خلصت كده تقطيع الكمية اللي انا عايزة احمرها. هبتدي بقى هنا المها، وفي طاسة على النار كده حاطة زيت سخن، انا هنا موطيه النار. هنزل بقى بالبصل واحمر فيه تقليب مستمر كل شوية لحد ما ياخد معايا لون حلو. زي ما قلتلكم مش هضيف دقيق، مش هضيف ملح، هقلب تقليب مستمر التقطيعة كلها تكون واحدة. كمان اخر حاجة بقى عشان يطلع معايا مقرمش كده وحلو، ممكن ياخد معايا لون حلو وتروحوا مطلعينه في طبق وتحطوه كله فوق بعضه وتسيبوه، ده هيخلي معايا البصل طري. ايه الخطوة الاخيرة اللي هتخلي معايا البصل مقرمش؟ بعد ما يتحمر معايا وياخد لون حلو، بطلعه بفرده كده في صينية تكون واسعة او طبق يكون واسع، وبهويه كويس. كمان بصفيه من الزيت وانا بطلعه كويس عشان ميبقاش شارب معايا زيت ويعجن او يطرى. وكمان ما سيبوش فوق بعضه وهويه علشان يفضل مقرمش معايا. كل ما تسيبوه يبرد مع التهوية بيقرمش معايا اكتر. هوريكم في اخر الفيديو ازاي هيبقى مقرمش معايا وكل واحدة بوحدتها. دلوقتي انا حطيت كده البصل من غير اي اضافات في الزيت، هعلي النار وهقلب بقى تقليب مستمر كده لحد ما كله ياخد معايا لون حلو. خلصت كده وصفتنا النهارده، ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. البصل معايا واخد لون ذهبي، بصوا مقرمش وكل واحده بوحدتها. ان شاء الله تجربوه بالطريقه دي وتتابعوا الخطوات هيطلع معاكم مظبوط. خلصت كده وصفتنا النهارده، عملت معاكم وردات البصل المقرمش للكشري بطريقه سهله وبسيطه او للتزيين. تابعونا كده وتابعوا وصفتنا ان شاء الله تعجبكم.